السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في مكتب أحد الإخوة الزملاء، وشغال هو في المكتب بتاعه بشغل كوردليس. اللي عاوز أوريه لكم هنا قطعة الاي ار من كوردليس. بص حضراتكم كده، احنا معرفين ريسيفر صيني ماركة رويال وتلفزيون ال جي ومكيف كارير. لو فتحنا المكيف الكارير هنشوف هنا ايه بقى. بس بصوا بقى، في معظم الاجهزه الناس بتقول المكيف يشتغل اون اوف فقط. انا بقول لهم بعض الموديلات القديمه هم بيقولوا لا. فاحنا عندنا هنا المكيف ده كارير. لو احنا عملنا سويتش اوف فالمكيف قفل معانا. شايفين حضراتكم هو بيقفل تمام. طيب احنا هنفتح المكيف تاني. اذا احنا ممكن نشغل المكيف من اي مكان في العالم ونعرف درجه حرارته من خلال الابليكيشن بتاع تويا. ممكن نغير المود من هنا اهو، هوت، اوتو، مود سبيد، كولد. رجعنا على المود بتاعنا اللي هو الكولد، والسبيد بتاعنا اهو بتاع المروحه ممكن نتحكم فيه، وممكن نتحكم في اشياء اخرى لو احنا عايزين من مور. طيب درجه الحراره بتاعتنا 17، احنا هنخليها مثلا هنا، هنخليها 18 مثلا او 19. بص حضراتكم درجة الحرارة هنا 19. اذا المكيف شغال فول اوبشن. هنروح على حاجة تانية. عندنا هنا التلفزيون اللي هو ال جي، طبعا شغال فول اوبشن اهو. الباور قفل التلفزيون، الباور تاني، فتح التلفزيون. فتح التلفزيون معانا. هنعلي الصوت، شايفين حضراتكم. هنوطي الصوت، هنفتح المنيو زي ما احنا شايفين. هنقول اكزيت، هنرجع للشاشة الرئيسية. هنفتح المنيو. طبعا كل الاوبشنات شغالة. نقلب القنوات، هنقول اكزيت. كل الاوبشنات شغاله معانا على التي في بقطعه كوردليس اي اي يونيفرسال ريموت. هنشوف الريسيفر. عندنا ريسيفر صيني من ماركة رويال شغال بكفاءة عالية برضو. ده الريسيفر شغال معانا اهو زي ما انتم شايفين. ممكن نقفل الريسيفر من هنا وهنفتحه تاني. اشتغل تاني. ممكن نقلب القنوات زي ما انتم شايفين. ممكن نعلي الصوت. اذا كل الاوبشنات شغاله مع اليونيفرسال ريموت تويا من كوردليس. وهنشوف حضراتكم مفتاح التاتش من كوردليس مدى استجابته. شايفين حضراتكم الاستجابه بين الابليكيشن والمفتاح، استجابه سريعه جدا. وهنشوف القطع اللي هي المينيهات بتشتغل ازاي. عندنا هنا قطعه ميني 3 جنج. هنحاول نشغل منها. هنشغل من الابليكيشن كده ونشغل من المفتاح وهنشوف. هنطفي من عندنا من الابليكيشن وهنشغل من المفتاح. طيب هنطفي من المفتاح وهنشغل من الابليكيشن. اذا الاستجابه ممتازه جدا سواء في التاتش او في القطعه الميني. وطبعا المكان كله معمول كوردليس وشغال بكفاءه عاليه.
احنا يعني ما بنركبش شغل لحد، ولكن احنا جايين نساعد زميلنا في تجهيز المكتب بتاعه. فحبيت اوري اللقطة دي للناس، مدى سرعة واستجابة شغل كوردليس ومدى الفاعلية بتاعته. أنا عن نفسي مبسوط من الشغل ده، ويا رب تكونوا استمتعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.